حلقتنا عن صينية البطاطس بالفراخ هنعملها بطريقة جميلة جدا، وصدقيني مختلفة عن أي صينية بطاطس. هنتبل هنا الفراخ بتتبيلة مختلفة خالص عن اللي بنتبلها. ودي كده الصينية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب بقى الصينية اللي هندخلها الفرن، واحط فيه كده بصلتين أو 3 بصلات متقطعين كده شرايح أو جوانح، وهديها رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح، وهبتدي كده اقلب الملح والفلفل كده مع البصلة كويس. بعد كده هبتدي ان انا احط قرنين فلفل بارد وقرنين فلفل حامي متقطعهم بقى اي تقطيع انت حباها. بعد كده هضيف كوباية من عصير الطماطم، اهم حاجة تكوني مصفية منها القشر والبذر. بعد كده اديه تقليبة. بعد كده هدي رشة من الكمون، ربع معلقة كده من الكمون، وهدي كمان رشة من الكركم، وهحط هنا مقدار ربع معلقة من مرقة الدجاج الفورية دي على حسب الرغبة، وبحط ربع معلقة من البابريكا اللي هو الفلفل الحلو، وهحط ربع معلقة من البصل البودر. بعد كده هقلب كل المكونات كده تقليبة كويسة. بعد كده عندي بقى البطاطس ببتدي ان انا احطها. هنا البطاطس مقطعها كده حلقات، بس بتكون حلقات محملة شوية. هدي بقى تقليبة لكل كده المكونات مع بعض، وبعد كده هسيبها على جنب، وهجيب بقى نتبل الفراخ. اول حاجة بحط معلقة من زيت عباد او زيت الذرة، وبحط كمان معلقة من زيت الزيتون. بدي هنا رشة من الكركم والكاري، يعني ربع معلقة من الكركم وربع معلقة من الكاري وربع معلقة من البابريكا. وديت رشة هنا من بهارات الفراخ، وحطيت رشة من الفلفل الاسود والملح. هقلب كل المكونات دي، وحطيت هنا عصير ليمونة. هقلب كل المكونات كده بقى مع بعض. على فكرة التتبيلة جميلة جدا لو تتبلي بيها قطع الفراخ. هنا عندي بقى الفراخ ممكن تبقي شايلة من عليها الجلد، او ممكن تخلي الجلد عليها على حسب ما انت حابة. خلاص هبتدي هنا بقى قطع الفراخ اتبلها بالتتبيلة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. تحاولي تدخلي فيها التتبيلة في كل حتة. طبعا هنا انا هشتغل فيها كده على طول. لو انت حابه تعملي التتبيله دي في الاول خالص وتركني الفراخ في التتبيله، هتديكي بردك طعم جميل جدا، بس بردك هنا هتأدي الغرض وتديكي بردك في نفس الطعم. طبعا لو انت مستعجله زي ما انت شايفه كده، بدخل التتبيله بتاعتنا في كل حته في قلب الفراخ من كل الجوانب بالطريقه دي. بعد كده هجيب الصينيه بتاعه البطاطس اهي، وهبتدي ان انا ارص قطع الفراخ على صينيه البطاطس. حابه تخلي فيها جلد على حسب ما انت بقى حابه، وانا هنا مدي تشريحات كده للورك بتاعنا. وبص بقى ببتدي ارش بقى التتبيله دي كده على الصينيه من فوق على قطع الفراخ، وبرشها بردك على قطع البطاطس. خلاص. بعد كده بجيب ربع كوبايه من الميه وبحطها في نفس الاناء، وبعد كده ضفتها على الصينيه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. ويا ريت بقى الميه كده اللي زي ما انا ضفت ما تضيفهاش كده على الوراك كده من فوق، يعني ضيفيها كده على جنب كده على صينيه البطاطس. بعد كده هحطها في فرن حار على الشبكه، وهسيبها بقى لحد ما تستوي. انا ما شغلتش عليها الشوايه على فكره، وسبتها هي كده استوت مع بعضيها. اول ما تبتدي بقى تستوي وتلاقي الفراخ بتاعتك خدت لون، بتطلعيها بقى كده. دي كده بقى صينية البطاطس بعد ما خرجت من الفرن. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ بس صدقيني الطعم بتاعها يفرق كتير. الطعم بتاعها جميل جدا وخفيفة. تقدري بقى تقدميها مع رز بالشعرية او رز ابيض، او تغمزيها كده بالعيش مع طبق كده مخلل. صدقيني في منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.